عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا بسكويت القهوة بطريقة ياسر سهلة بمكونات بسيطة تقريبا موجودة في كل منزل. بالحق من أبن ما تجربوا، من أبن ما تاكلوا. ان شاء الله اللي مش تجربوا تحط لي رايها في الكومنتير. بالحق مش تدعي لي دايبة خير. هكير صغيراتنا غوتي العشية مع قهوة مع كويستي. كما تلاحظوا انا لهنا عملت موس بالنسكافيه وعملت بها قهوتي. بالحق شخت بها نودكم ولا نشهيكم. دونك اللي تزور القناه اول مره نقول لها مرحبا بيك، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنساوش كما قلت لكم تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير مزيان كيفكم انتوما. حبيت نقول اللي نضافوا جدد للقناه الكل مرحبا بكم، ان شاء الله يكون عجبكم المحتوى متاع القناه. اذا كان عندكم اي اقتراح تنجموا تخليوه لي في كومنتير. ما نطولش عليكم ونخليكم تواكا تكتشفوا طريقه التحضير والمقادير. دونك بالنسبه للمقادير انا نعمل وانا نذكر لكم مش نستحقوا كعيبتين بيض يكونوا بحراره الغرفه، مهم جدا يكونوا بحراره الغرفه. تو تلاحظوا مكوناتنا بساط وتقريبا موجودة في كل منزل. خذيت 150 جرام سكر. بالنسبة للكونتيتي متاع السكر سيبون راهي الحلاوة معتدلة. 150 جرام سكر. عندي لارام متاع الفاني نجمو تعوضوه باكو سكر فاني. بزيست متاع سيترون كيما تحبوا انتوما، ماء الفاني يعطي جو ياسر بنينه. دونك مش نخلطهم هكايا مع بعضهم بالباهي حتى لين بريسك نحسوا هذيك الحبيبات متاع السكر ذابت لنا. هلا تويكا مش نضيف زوز ملاعق اكل مليانين زبده. بالنسبه لي انا عملت مرقرين، لازمها تكون لينة وبحرارة الغرفة. كيف مش ندخلوها مع المكونات. ومش نضيفوا 50 مليلتر زيت نباتي. كمل نركضهم. مش نزيد بنسي ملح، مهم جدا البنسي الملح ديما في اي نوع متاع حلو ان نضيفوه يعدلنا المذاق. ومش نضيف 3 ملاعق نشا. كيف مش نخلطوهم كيما تلاحظوا. مش نضيف تويكا 3 ملاعق كاكاو. ماذا بينا الكاكاو متاعنا يكون هذاك الغامق بالباهي. كي تجيو تشريو خذوا هذاك الكاكاو الغامق باش يعطيكم الكولور بعديك الغامق في الحبات متاع البسكويت. هما ديجا كيما ريتوهم كيما قلت لكم حبات متاع اونديري حبيبات متاع بن. صحيح هي الوصفة زمنية شوية، ما أنا هوكا حبيت نعملها قوتي لصغيراتي، قلت علاش لا ما نودكمش بالرسات. بالحق بنينة خفيف وهشوش، بالحق يذوب ذوبان في الفم. عندي لهنا 3 ملاعق ماء سخنتهم شوية وأضفت لهم ملعقة كبيرة نسكافيه. بالنسبة للخطوة هذه راهي مهمة جدا، تبان لكم البسكويت على الاخر تجيكم ياسر بنينة. كما نعرفوا احنا ذوق الشوكولاتة وذوق القهوة مع بعضهم يعطيو جو ما يعرفها كان اللي يعشق القهوة والشوكولاتة. انا من عشاق القهوة والشوكولاتة. دونك بنا غير عادية بالحق بنا الدوخ. دونك تويكا مش نضيف الفارينة. ضفت الكأس الأول من الفارينة ومش نضيف أهوكا ملعقة صغيرة بس زادة مش مليانة برشا خميرة مرتبات. ونكمل ندخل المكونات الجافة تويكا مع بعضهم. نقعد نضيف بالفارينة بشوية حتى لين تتلم لي بات. سيبون طويقة مش نحي الفوي ومش نكمل نلم بيدي لمين ما نعجنش.
باش من بعديكا يجيكم خفيف وهشوش، ما يجيكمش من بعديكا هكا تحسوه يابس ومقرمش برشا. دونك هذايا ثاني كأس من الفرينة، وهذايا ثالث، والكأس الرابع مش نقعد نضيف بشوية حتى لين تتلم معايا البات. اهو كريتوها باطراف الاصابع الملمين، ما نعجنوش. اللي وصلت معايا للمرحلة هذه من الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسانيش في الجيم مهم برشا، راهو يطلع لي في نسبة المشاهدة للفيديو. وكما تلاحظوا نقعد نضيف في الفرينة بشوية. كل مرة نضيف شوية حتى لين نتحصل على بات. وكما تلاحظوا كملت لميت العجينة متاعي. شوفوا هكايا كي نشدوا باليد الثانية نحسوها تتكون معنا سيبون. هذه الكأس الرابع متاع الفرينة كما لاحظتوا ما كملتوش الكل. تويكا مش نبداو نشكلوا كعيبات البسكويت متاعنا. خذيت طبق الفور فرشتو بابي كويسون ومش نشكل الحبيبات متاع البسكوي اللي على شكل الحبات القهوة. دونك الروليين كيما هكا بالباهي نسمعهم بين كفوفي ومن بعد نعملهم هكا شكل على شكل اوفال وناخذ هكا بقفة السكينة ونعمل هذاك الجرح اللي في الوسط وتولينا انديري حبة متاع قهوة. هيك سهلة الطريقة وما فيها حد شيء، ما تطلبش منا لا قالب لا حتى شيء. بالنسبة للحجم انتم تتحكموا فيه. انا سيبو عملتهم ما همش كبار برشا وما همش صغار، عملت الحجم المتوسط سيبو اللي ياكل كعيبة ولا اثنين. اهوكا مريقل. هاكا كمل نشكلهم كما تلاحظوا. نجموا حتى تشاركوا صغيراتكم تو جاية عطلة وكل نجموا تعملوه انتم صغيراتكم. تو جاية هكايا سلاعة صغيرات هكايا يقلقوا تنجموا تعملوهم مع بعضكم وتشاركوهم في تحضيره. ريتوها سهلة ما فيها حتى شيء وفي ساعة ما يحضروا وإذا ما هكا اتبيق الأول متاعي يحضر. مش ندخلوا للفور على 170 درجة نار من اللوطة والفوق من 10 دقايق راهو في ساعة ما يطيب. بالنسبة للكونتيتي هذه طيحت لي 60 حبة. والحبيبات هذاك الجواد عملت انا هكا فضلت لي شويه عملت حبات جواد باش عملت بيهم هكا هذاك المشهد المزيان اللي ريتوها في اول الفيديو متاع الحبيبات متاع الشوكولاته. دونك خذيت لهنا 100 غرام شوكولاته ذوبتها في بان ماري والا في الميكرووند. ضفت عليها شويه زيت نباتي باش من بعد تعطيني هذيك اللقه المزيانه. وتويكا خليت بالطبيعة البسكويت متاعي يبرد بالباهي وتويكا مش نغطسهم في الشوكولاتة. الخطوة هذه اختيارية تنجموا تعملوها تنجموا تستغنيوا عليها. مي كيما نعرفوا احنا صغار نعرفوا بسكوي نقولوا شوكولاتة يحبوا الحاجة اللي فيها الشوكولاتة يسر. هو كان نقطرهم بالباهي من الشوكولاته نرجع نحطهم فوق البابي كويسون. وبما انه الطقس سخون شويه بعد ما كملت انا عملتهم بالشوكولاته دخلتهم ميم با دقيقه للثلاجه باش تمسكت لي الشوكولاته. كما تعرفوا الطقس سخون والحلويات نتاع الشوكولاته بالحق تعذب شويه خاطر الشوكولاته تقعد ديما سايحه ما تيب سناش فيسا. دونك دخلتهم للثلاجه ميم با تمسكوا
والبسكويت متاعي كان حاضر بالحق نودكم ولا نشهيكم. هوكا قربت لكم عن قرب. حق الشوكولاتة زادتها بنة على بنة، وهذو ما هكا كعيبات البسكويت متاعنا حاضرين. شوفوا ما شاء الله، شوفوا قديش هكا مزيانين البنة. ما نحكي لكمش بالحق، نعود ونقول لكم بنين على الاخر. ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. واذا كان جربتوهم ما تنسوش باش تشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين بي منو، تبارتاجيو الوصفة بين حبايباتكم وصحايباتكم باش تعمل فائدة. بالحق نستنى منكم تشجيع، اذا كانكم تحبوني نحبكم شجعوني. وفي وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.